السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم ريحه رمضان، جبت لكم طاجين الحلو بدون لحم. بالنسبه للناس اللي تحبوا باللحم دوك نقول لكم كيفاش ديروه. باش ديروه باللحم يعني نفس الطريقه، راح تختلف برك في البدايه. درتو كما راكم تشاهدوا بطريقه سامبل وتزيين سامبل. درتو بشباح الصفراء. تبعوا معايا مقادير وطريقه التحضير باش نخدموا طاجين الحلو. عندنا كيله، انا كيلت كيله تاع فواكه الجافه. دوك صاديفون نتوما واش عندكم، تحبوا اناناس، تحبوا كيوي، تحبوا واش حبيتو. انا درت غير هادوما. وانا واش ندير، انا نخدمو هكا، بعد كي نحب ندير الاضافه هذيك نديرها من بعد. نحب ندير التفاح، لونجاس، انا هادوك من بعد نطيبهم وحدهم في سيرو ونحطهم داخل اللحم الحلو. بين هادوما توجور نديرو يعني هكا لا باز تاعو هكا، ومن بعد الاضافات قلت لكم نزيدهم من بعد. دي فوا نديرو خوخ معلب، دي فوا نديرو اناناس معلب، دي فوا نديرو لي بابا، يعني كل مره واش نديرلو. هذه هي، قلنا عندنا كيلو تاع فواكه الجافه بكيله تاع السكر. انا كيلت بهاد الكيله راكم تشاهدوا فيها. عندي ملعقه كبيره تاع الزبده، قرفه، نص عود تاع القرفه، شويه لوز للديكور، طرونشات تاع القارص، عندي المزهر والعسل، قريصه تاع الملح، تقدروا تقولوا واحد ربع ملعقه صغيره تاع الملح. سا ديبون لا كونتيتي تاعكم. دوك نقول لكم انا شحال درت لا كونتيتي تاع الفواكه الجافه. درنا كما راكم تشوفوا الزبده تاعنا، تقدروا تعوضوها بالسمن في طنجره هكا. بالنسبه للناس اللي عندهم اللحم في هذه المرحله يديروا اللحم، يقطعوه صغير ويديروا اللحم لهنا ويخلوه قبل يتقلى. كي يتقلى باش يضيفوا له الماء والسكر. الماء والسكر توجور يمشوا مع بعضهم، جامي ديروا السكر وبعد ديروا الماء، باسكو علاش راح كابابل يذوب لكم السكر قبل ما يولي لكم شويه العسل هكا يتعسل ويتكرمل قبل ما تضيفوا الماء. تسمى من المستحسن تسبقوا قبل في الماء وديروا السكر. الكميه تاع الماء هي الدوبل تاع السكر كيما نديروا في الشربات. يعني قلنا تكون عندكم باغ اكزومبل رطل تاع الفواكه الجافه، ديروا كيلو تاع الماء، فهمتوني، ولا ريتله تاع الماء. فوالا هذه هي كما راكم تشاهدوا. درت طرونشه تاع القارص ودرت عود تاع القرفه وشويه تاع الملح، قلنا ربع ملعقه صغيره. قلت لكم صا ديبون لا كونتيتي نتوما اللي درتوها. انا درت فواكه الجافه درت كيلو. فوالا خليتهم هكا يغلو. كي بداو يغلو بيان راح ضفت المشماش والزبيب. توجور نسبقوا في المشماش والزبيب هما الاولين، ومن بعد تيك نخليهم. انا توجور نخليهم 4 ساعة مر ما نضيفهم. يعني كي يبداو يغلو احسبوا لهم 4 ساعة، ومن بعد تيك نجو نضيفوا هذاك البرقوق ولا العينه، كل واحد واش يعيط لها. باسكو علاش العينه تمتم طيب، تمتم تتنفخ. العينه كيفاش تفيقوا لها بلي طابت، تتنفخ داخل المرقه، تتنفخ هكا. ما تخلوهاش طيب بزاف حتى تتحرحر. عندكم لحد كحد اقصى 4 ساعة. بعد ما جازت 4 ساعات تاعي، العينه تاعي تنفخت سيبون، راهي طابت تمتم طيب. راح نضيف شباح الصفراء. شباح الصفراء كان عندي في الكونجيلاتور. انا ندير لكم كاش نهار الوصفه تاعو. الوصفه تاعو سهله، ديجا معمرها في اليوتيوب بالنسبه للناس اللي تحب ديرها. انا كانت عندي جابتها لي واحد الطفله وخبيتها في الكونجيلاتور. الطفله هذيك يعني ما شاء الله دير شباح الصفراء، الله الله. وانا حبيت نقص على روحي صراحه. اما طريقه الصنع تاع شبح الصفراء راهي طريقه سهله جدا. ندير شبح الصفراء نخليه 2 دقائق يغلي، ما نكترش بزاف ماشي حتى يتحرحر لي. وبعد نروح نضيف 2 مغارف كبار تاع العسل اللي راح يعطيني اللمعان لهذاك الطاجين الحلو تاعي. 2 مغارف، ماشي لازم يكون عسل حر. انا درت عسل الحر يعني عسل البرتقال الحر. نتوما ديروا عادي، ديروا عسل عادي. وراح نضيفو تاني المزهر توجور كي ديروا المزهر لازم تطفوا المرقه سي باش يبقى يعني تبقى ريحه المزهر باينه في اللحم الحلو تاعكم. وهذيك الوصفه تاعنا جاهزه، دوك نقدموها في الطبسي. ما كاش اسهل منها، يعني ما كاش وصفه اسهل من هذه. انا ماما ديروا لنا باللحم صراحه، وانا جيت درته لكم هكا بلا لحم. تحيه كبيره لامي اكيد، كما يقولوا هي لا باز تاعنا تاع الطياب، هي اللي تعلمنا منها الوصفات. كما راكم تشاهدوا هذيك البرقوق ولا هذيك العينه درت لها شويه جلجلان مجرد ديكور، وقدمتها كما راكم تشوفوا. شبح الصفرا جا طري يشرب الله الله. وهذيك المريقه تاعنا ما جاتش كحله، يعني لو كان تخلوا هذيك العينه طول في الطياب حتى تتحرحر، هي اللي راهي رايحه ترجع لنا طاجين تاعنا كحل. وهايليك شوفوها شحال شربت الله الله حتى القلب.
هذه هي الوصفه تاعي اللي قدمتها لكم. راح نخبيها انا صراحه في المجمد وراح نجبدوه في رمضان، كل مره ندير شويه ونسخنه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي لي نهار اليوم. اذا عجبتكم ما تبخلوناش بجام وتكومونتيونا، تخلونا لي كومونتير اللي طلعوا المورال. نقول لكم تهلاو بزاف روحديكم. نشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده وفي فيديو جديد. مع السلامه.